سؤال قوي جدا والإجابة عليه بتحتاج رؤية استراتيجية عميقة، لكن خليني أوضح لك التصور العملي والمبهر. تحويل مصر لمركز صناعي عالمي، هجذب الشركات العالمية عشان تصنع منتجاتها في مصر بدل من آسيا، وده من خلال توفير حوافز استثمارية قوية جدا وبنية تحتية متطورة. وهركز على الصناعات التكنولوجية زي تصنيع الرقائق الإلكترونية والأجهزة الذكية والعربيات الكهرباء. تاني حاجة وهي هعمل ثورة زراعية ولكن بتكنولوجيا متقدمة. هستغل الصحراء من خلال مشروعات زراعية ذكية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، وهحول مصر لمصدر رئيسي للغذاء في العالم. تصدير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية والاستثمار في تصنيع الأغذية، ده عشان أزود القيمة المضافة. 3. اقتصاد رقمي بشكل متكامل، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية زي البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين. وهعمل مدينة تكنولوجية بتضم أكبر شركات التقنية العالمية، وده على غرار وادي السيليكون في أمريكا. ثورة في التعليم وربط الجامعات بسوق العمل، هعدل المناهج عشان تكون عملية أكتر وتواكب احتياجات سوق العمل العالمي مش المصري. وهجبر الشركات الكبيرة على تدريب الخريجين وتوظيفهم بشكل مباشر. هحدث البنية التحتية والنقل، هنفذ شبكة قطارات فائقة السرعة بتربط بين المدن المصرية وخلي التنقل أسرع وأرخص. هطور المواني والمطارات عشان تكون مصر بوابة تجارية لأفريقيا وأوروبا. وبعد كده تحقيق استقلالية الطاقة، هتوسع في الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عشان تصبح مصر مصدر رئيسي للطاقة. وهعمل كمان مشروعات ضخمة للهيدروجين الأخضر عشان أجذب استثمارات بالمليارات. كمان هعمل تسهيل للاستثمار وريادة الأعمال، هشيل كل العقبات البيروقراطية وهقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الجادين. هدعم الشركات الناشئة وتحويل مصر لمركز لريادة الأعمال في الشرق الأوسط. استراتيجية سياحية غير تقليدية، هستهدف سياحة الرفاهية وسياحة المغامرات والتجارب الفريدة بدل من الاعتماد فقط على الآثار. هروج لمصر عالميا من خلال استثمارات ضخمة في التسويق السياحي الرقمي. النتيجة خلال 10 سنين بس ممكن تتحول مصر لواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، ومع استمرار العمل على هذه الرؤية قد تصبح من أغنى 10 دول عالميا خلال جيل واحد فقط إن شاء الله.